العجيب ما حد يعرف هذا الرجال واللي دا يسويه. هذا الشخص راح يكون أول إنسان بالتاريخ يمشي خط مستقيم حوالين الكرة الأرضية، وبعد 27 سنة مشي صار بالجزء الأخير من الرحلة. اسمه كارل بوش. بدأ يمشي من سنة 1988 من آخر نقطة بأمريكا الجنوبية واللي هي تشيلي، وكان مخطط يرجع البيت ببريطانيا بدون ما يكسر القاعدتين الوحيدات للرحلة. الأولى ما يستخدم أي وسيلة نقل، والثانية ما يرجع للبيت إلا إذا وصل له مشي. بس شلون هذا الإنسان بعد عايش لحد هسه؟ هاي بحد ذاتها معجزة، لأنه عبر 3 مواقف كانت كفيلة أنه تنهي حياته. أول وحدة داريان جاب، واللي هي منطقة غابات كثيفة بين كولومبيا وبنما، ومعروفة بأخطر غابة بالعالم. والسبب مو لأن بها حيوانات قاتلة أو لأنه كلها عصابات ومهربين، وبوقتها كانت كولومبيا ساحة حرب، ومرة قال إنه هو اضطر يزحف بين خطوط النار وهم دا يتعاركون. أما الموقف الثاني اللي كان راح يموته لما قرر يمشي من أمريكا لروسيا. مشى 14 يوم بين الجليد والماء المتجمد، وحتى انجرف 84 كيلومتر للشمال بسبب الثلج اللي يتحرك ويا الهواء. بس أول ما دخل روسيا سجنوه فد كم أسبوع، وكانوا ناويين يحبسونه 5 سنين، بس الأمور هدت وطلعوه. ومن رجع يمشي عن طريق سيبيريا، منغوليا والصين، بوم صارت أزمة 2008 واللي كانت انهيار السوق العالمي. لهذا السبب فقد كل السبونسر اللي كانوا يمولون رحلته، وصار يمر بأيام ما يلقى بيها أكل. بس التحدي الأكبر كان بحر قزوين، لأن إذا يريد يروح من فوقه لازم يرجع يدخل روسيا، وإذا من تحت لازم يدخل إيران، والخيارين ما كانوا أمان بالنسبة إله، لدرجة قعد سنة كاملة بتركمانستان يفكر شلون يتصرف. وأخيرا قرر يسبح بحر قزوين، وبالفعل سبح 31 يوم وقطع أكثر من 300 كيلومتر سباحة، وصار أول إنسان بتاريخ البشرية يعبر بحر قزوين سباحة. وتعرفون إنه هو قال عن نفسه أنا سباح تعبان وأكره السباحة. لا يحب السباحة شلون. وبعدها كمل مشي عن طريق أذربيجان وبعدين تركيا، وقبل شهرين دخل أوروبا، آخر قارة والجزء الأخير من الحلم. وب3 عقود مشي عبر الوباء، الحرب، اختراع التليفون، إطلاق محطة الفضاء الدولية. الرجال غاب عن كل شيء وهو ماشي بهالدنيا، لدرجة خط النهاية هو بيت أمه اللي طلع من عنده قبل 27 سنة، ويتوقع يوصل هناك بعد كم شهر.